تعال اما اقول لك الرمود السحري اللي موجود مع ريسيفر سكوب ده تقدر تشتغل على الشاشة ازاي وعلى الريسيفر بنفس الرمود. قرب كده معايا. بص كده معانا هنا 4 زراير موجودين على جنب اهم اللي هم لونهم ابيض في الرمود. تمام كده. دول خاصة بالشاشة، يعني تقدر تبرمج الشاشة بتاعتك عليهم، وبدل ما انت بتشتغل برمودين تشتغل برمود واحد. طيب عايزين نعمل الموضوع ده ازاي؟ ركز معايا وانا هخليك تعمل الجهاز وتشتغل زي ما انت شايف الجهاز اهو. الريموت شغال على الريسيفر بتاعنا وهو ريسيفر سكوب. تمام كده. وعايزين بقى نشغله على الشاشة بال4 زراير دول. اول حاجة بنعملها بندوس على الزرار اللي بيطفي ده، اللي موجود الابيض اللي قصاد الاحمر ده، نفضل ضاغطين عليه كتير كده، هيفضل ينور ويطفي معانا لحد ما يثبت. بص اول ما يثبت معانا يبقى احنا كده بدأنا موضوع البرمجة. هنعمل ايه؟ كاتب لي هنا فولت سالب. تمام كده، اللي هو الفوليوم بتاعنا اللي هو عايزين نوطي الصوت. هنحط الريموت ده كده قصاد الريموت ده. ماشي. هدوس دوسة واحدة على الزرار اللي هو السالب. تمام. بعد كده ادوس على الزرار السالب ده. تمام كده. بعد كده ادوس على الزرار اللي هو اللي جنبه اللي هو الموجب كده دوسة واحدة، وبدوس على الزرار اللي هو الموجب اللي جنبه ده. تمام كده، اللي هو في الريموت العادي بتاعنا. بعد كده بدوس دوسة واحدة على الزرار اللي هو مكتوب تي في ان اللي هو الخاص بالشاشة. وبعد كده هدوس ادور على الريموت عندي على زرار السورس حسب ما انت موجود عندك في الريموت. ممكن يبقى موجود هنا، ممكن يبقى موجود هنا، حسب نوع الشاشة بتاعتك. بعد كده اخر زرار هدوس عليه دوسة واحدة اللي هو الزرار اللي هو بيفصل اللي هو اول واحد على اليمين. وبعد كده هدوس دوسة واحدة على الزرار قصاده اللي هو الزرار الاحمر. تمام كده. طبعا احنا عشان قدام الشاشة فاشتغل معانا، واستنى على الريموت ده ثواني. ماشي. يظهر معايا القايمة اهو. بعد كده هيطفي، يبقى انا كده شغال تمام وفعلت الريموت عليه. كل اللي بعمله ان انا بدوس على الزرار ده دوسة واحدة ولا حاجة ان انا افعل الشاشة عليه، وهيشتغل معايا الشاشة زي ما انت شايف اهو. بعد ما كانت مطفية اشتغلت تمام. طيب بعد كده عايز اتأكد ان هو اتفعل معايا، بدوس على الزرار اللي هو بيعلي اهو. بص بيعلي على الشاشة. تمام. عايز اوطي. ماشي. عايز بقى اشتغل على الريموت معايا اهو على الريسيفر شغال معايا بدون اي مشكلة. يبقى انا كده شغلت الشاشة والريسيفر برمود واحد زي ما انت شايف اهو. الموضوع سهل وبسيط، ولو معرفتش تبرمجه ابعت لي وانا اقول لك كل التفاصيل. بس لو انت وصلت معانا لحد هنا يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. كان معكم مصطفى ابراهيم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.